بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلت لك إن هناك مشروعا صغيرا تبدأه في مساحة أصغر من مطبخك وتجني منه 5000 جنيه في 10 أيام، فهل تصدق؟ هذا ليس كلاما خياليا، هذا هو مشروع الميكرو جرينز أو النباتات الدقيقة. الذهب الأخضر الذي يزرعه الناس في شباك المطابخ ويبيعونه لأفخم المطاعم في العالم. وفي هذه الحلقة سندخل في كل تفصيلة: من أين جاءت فكرة الميكرو جرينز؟ وما هي الفائدة العلمية المثبتة؟ وأين يباع في مصر؟ وكم ستربح؟ وما هي المخاطر التي يجب أن تحذرها؟ الفصل الأول: ما هي الميكرو جرينز ومن أين بدأت؟ الميكرو جرينز هي نباتات صغيرة جدا، تحصد بعد 7 أيام إلى 14 يوما من زراعتها، وهي في مرحلة ما بعد الإنبات وقبل أن تكون نباتا كاملا. ولكن هذا الاختراع ليس جديدا، بدأ في مطاعم كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينيات من القرن الماضي. كان الطهاة يبحثون عن زينة صغيرة توضع على الطعام، فوجدوا أن هذه النباتات الصغيرة لها طعم قوي ولون جميل وفائدة عالية. ومن هناك انتشر المشروع إلى أوروبا ثم إلى آسيا ثم إلى الشرق الأوسط. والآن في سنة 2026 صار من أنجح المشاريع الصغيرة في العالم. الفصل الثاني: لماذا الميكرو جرينز أغلى من الخضار العادي؟ هنا يأتي السؤال الذي يسأله كل الناس: لماذا يبيع المطعم علبة ميكرو جرينز وزنها 100 جرام ب100 جنيه بينما كيلو الخس العادي ب20 جنيها؟ الإجابة في العلم: دراسات جامعة ماريلاند في أمريكا ودراسات وزارة الزراعة الأمريكية أثبت أن الميكرو جرينز تحتوي على ما بين 4 أضعاف إلى 40 ضعفا من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالنبات الكامل نفسه. مثال ذلك: ميكرو جرينز الفجل تحتوي على 6 أضعاف فيتامين سي و40 ضعفا من فيتامين كاف مقارنة بالفجل الكبير. وميكرو جرينز البروكلي تحتوي على مادة السلفورافان التي أثبتت الدراسات أنها تحارب الخلايا السرطانية، ولذلك يسميها الأطباء وأخصائي التغذية سوبر فود، أي الطعام الخارق. والناس اليوم في مصر وفي العالم كله صاروا يهتمون بالصحة والأكل النظيف، وهذا جعل الطلب على الميكرو جرينز يزيد كل يوم. الفصل الثالث: أين يزرع الميكرو جرينز في العالم وفي مصر؟ في العالم يزرع الميكرو جرينز في 3 أماكن رئيسية. الأولى المزارع العمودية داخل المدن، وهذه تستخدم إضاءة الليل وتحكما كاملا في الحرارة والرطوبة. الثانية المزارع الصغيرة داخل المطاعم والفنادق، وهذا يسمى الزراعة من المزرعة إلى المائدة. الثالثة الزراعة المنزلية في الشرفات والمطابخ، وهذا هو أسهل نوع وأكثره انتشارا. أما في مصر فالزراعة بدأت منذ 5 سنوات فقط، وأكثر الأماكن التي يباع فيها هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي. وأهم أماكن البيع هي: أولا مطاعم الصحة والديت في مدينة نصر والتجمع الخامس والشيخ زايد. ثانيا سلاسل السوبر ماركت الكبيرة مثل سبينز ومترو وكارفور التي صارت تطلب علب ميكرو جرينز طازجة كل يوم. ثالثا الفنادق الكبيرة في شرم الشيخ والغردقة التي تستخدمه في تزيين الأطباق للسياح الأجانب. رابعا البيع المباشر عن طريق الإنستجرام والفيسبوك، وهنا تبيع العلبة بسعر أعلى للعملاء الذين يهتمون بالصحة. الفصل الرابع: الدراسة الفنية كيف تزرع الميكرو جرينز. المكان المناسب هو غرفة صغيرة أو بلكونة لا تدخلها الشمس المباشرة. المساحة التي تبدأ بها متر في متر تكفي. الأدوات التي تحتاجها: صواني بلاستيك مثقبة من أسفل، تربة خفيفة أو بتموس، بذور عضوية غير معاملة كيميائيا، وبخاخ ماء. أنواع البذور الأكثر ربحا في مصر هي: بذور الفجل وهي الأسرع وتحصد في 7 أيام، بذور عباد الشمس وهي الأكثر طلبا في المطاعم، بذور البازلاء وهي طعمها حلو ويحبها الأطفال، بذور البروكلي وهي الأغلى سعرا لفوائدها الصحية. الخطوات بسيطة جدا: تضع التربة في الصينية ثم ترش البذور فوقها ثم تغطيها بقماشة مبللة لمدة يومين ثم تكشفها وترشها بالماء 2 مرات في اليوم، وبعد 10 أيام تكون جاهزة للحصاد. الفصل الخامس: الدراسة المالية كم تربح وكم تخسر.
نعمل دراسة جدوى على مساحة 2 في 2 في البيت. التكاليف الرأسمالية للبدء: 20 صينية زراعة سعر الواحدة 50 جنيها فالإجمالي 1000 جنيه. 50 كيلو بتموس سعر الكيلو 20 جنيها فالإجمالي 1000 جنيه. 5 كيلو بذور مختلفة سعر الكيلو 100 جنيه فالإجمالي 1000 جنيه. بخاخة وأدوات بسيطة 500 جنيه. يعني رأس المال الكلي 3500 جنيه. التكاليف التشغيلية كل 10 أيام: 100 جنيه ماء وكهرباء، و100 جنيه بذور للدورة الجديدة. الإيرادات المتوقعة: الصينية الواحدة تعطيك نصف كيلو ميكرو جرينز، وسعر الكيلو بالجملة للمطاعم 250 جنيها، و20 صينية تعطيك 10 كيلو، يعني 2500 جنيه كل 10 أيام. إذا صافي الربح كل 10 أيام 2100 جنيه، وفي الشهر الواحد تعمل 3 دورات، يعني ربحك 6600 جنيه. وهذا مع مساحة صغيرة جدا. ولو كبرت المساحة إلى 10 أمتار فربحك سيكون 30,000 جنيه في الشهر. وهذا هو معنى قولهم 5000 جنيه في 10 أيام. الفصل السادس: الدراسة السوقية. من يشتري ومن هم المنافسون؟ الجمهور المستهدف في مصر هو 3 فئات. الفئة الأولى: المطاعم الصحية والكافيهات التي تقدم السلطات والسموذية. الفئة الثانية: الناس الذين يعملون ديت الكيتو والصيام المتقطع، وهم كثيرون في القاهرة والإسكندرية. الفئة الثالثة: الفنادق والمطاعم السياحية التي تريد تزيين الأطباق بشكل جميل. وأما المنافسون فهم قليلون جدا في مصر، وأكثرهم في القاهرة فقط. وهذا يعني أن الفجوة السوقية كبيرة جدا، خاصة في الصعيد وفي المحافظات. ولذلك لو بدأت في أسيوط مثلا فستكون أنت الأول والوحيد. الفصل السابع: المخاطر وكيف تتجنبها. كل مشروع له مخاطر، ومخاطر الميكرو جرينز هي: الخطر الأول العفن. إذا زاد الماء أو قلت التهوية فستعفن البذور. والحل هو الرش بخفة ووضع مروحة صغيرة في الغرفة. الخطر الثاني التسويق. إذا لم تجد من يشتري منك فسيذبل المحصول في يومين. والحل هو أن تتفق مع مطعم أو سوبر ماركت قبل أن تزرع. الخطر الثالث القانوني. في مصر لا يحتاج المشروع الصغير إلى ترخيص في البداية، ولكن إذا كبرت وبعت للسوبر ماركت فسيطلبون منك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية. الفصل الثامن: الخلاصة والتوصية. بعد هذه الدراسة نقول بكل وضوح: مشروع الميكرو جرينز هو مشروع صغير برأس مال قليل وربح سريع وطلب متزايد في مصر. إيجابياته: رأس مال أقل من 4000 جنيه، دورة إنتاجية كل 10 أيام، هامش ربح يصل إلى 60%، طلب عال في المدن الكبيرة. سلبياته: يحتاج إلى متابعة يومية، ويحتاج إلى تسويق جيد من أول يوم. وتوصيتنا هي: ابدأ بمساحة صغيرة 2 في 2، واتفق مع مطعمين صحيين في منطقتك قبل أن تزرع. وصور كل خطوة وانشرها على الإنستجرام، لأن الناس تحب أن ترى الزراعة وهي تنمو. وإذا نجحت في أول دورة فكبر المساحة وادخل في عقود مع السوبر ماركت. الخاتمة: نحن الآن في سنة 2026 والناس كلها تبحث عن الصحة وعن المشروع الذي لا يحتاج إلى ملايين. والميكرو جرينز هو الجواب، هو الذهب الذي يزرع في شباك مطبخك، وهو المشروع الذي يمكنك أن تبدأه اليوم وتقبض ثمرته بعد 10 أيام. وإذا أردت نموذج دراسة جدوى جاهزا بالوورد والPDF فاكتب في التعليقات كلمة دراسة وسأرسلها لك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.